ازيكم عاملين ايه؟ النهارده هتكلم معاكم في جملة سمعتها من بنوتة مخطوبة. بتقولي يا دكتورة أنا بيهمني حاجات الناس كلها بتشوفها فارغة وبتشوفها مش مهمة. ايه الحاجات دي؟ قالت لي يفتح لي إزازة المية، يفتح لي باب العربية، يخليني أخش قبله، يبقى ماسك إيدي، يبقى بيقول لي ميرسي. الحاجات دي لما بقولها لماما او بقولها لاصحابي او بقولها للناس بشكل عام بيقولوا لي انت عبيطه، انت مضحوك عليكي، انت بتتلككي، مفيش رجاله بتعمل كده وهكذا. هل انا بقى كده صح ولا غلط؟ طبعا الحاجه دي صح جدا، واي ست هتقول ان الكلام ده مش مقياس رجوله عندها هتبقى بتضحك على نفسها. لكن للأسف زي ما دايما بقول الستات اللي بتبوظ الرجالة. يعني انت لو دورتي واستنيتي على الراجل اللي بيعمل كده غالبا مش هتلاقيه. مش لأن الرجالة مش كده، ولا ان الرجالة مش شايفة ان دي رجولة، لأنها اتربت على ان دي مياعة، واتربت على انها تعمل كده مع الست هتركبك. الست اللي بتربيه على كده هي اللي بتشتكي من جوزها انه بتبقى ماشيه شايله اكياس وهو ماشي بسرعه وماشي قدامها وما بيشيلش معاها وما بيساعدهاش. فاحنا بنربي الرجاله عكس ما احنا عايزينهم يعني. فقص الفساد دايما جاي من الست للاسف يعني. الست هي اللي بتربي الراجل، وبالتالي اي حاجه في الراجل انت المسؤوله عنه كست. طيب انا دلوقتي اعمل ايه علشان اخد ده في شخص ما ترباش على كده؟ يعني البنوتة دي تعمل ايه مع خطيبها علشان تاخد اللي هي عايزاه، اللي هو بيحسسها ان هو راجلها وان هو راجل، مع ان هو ما ترباش على الكلام ده؟ حاجتين للأسف ملهمش تالت. اولا ان انا احسسه ان ده احتياج ليا، انه ما اقدرش اعمل ده لوحدي. وطبعا هبقى عارف ان انا بقدر اعمله لوحدي، لانه دلوقتي الراجل بيتجوز بنوته ممكن تبقى معاه في الشغل، ممكن تكون اشطر منه في المدرسه، ممكن تكون مرتبها اكتر منه، فهو يعلم تماما انها تعرف تعمل ده كله. لكن لما بقول له افتح لي ازازه الميه، ضفري هينكسر، اخاف مش عارفه اعدي الشارع لوحدي، انت هتسيبني اروح الحته دي مش هتيجي معايا، الحتت دي او الكلام ده الراجل بيحسه انه احتياج، انت محتاجاله، يبقى هو راجلك حتى لو هو عارف انك بتضحكي عليه. لكن لما اقول له لا هعملها لوحدي، لا طب وانت هتيجي ليه؟ طب وانت انا محتاجه، طب لا لا ما تجيش. يعني كان مره في واحده تانية مخطوبه قبل كده، جوزها مش عارفه خطيبها ساكن فين وهي ساكنه فين، فكان قبل ما يتخطبوا كان بيطخ المشوار ده كله علشان يروح لها. لما اتخطبوا قالت له لا طب وتيجي ليه، ما انا هاخد الباص، ما انا عادي، ما انا بقى هتتعب هتنزل المشوار ده كله. بدأ يتغير معاها لانه حس ان هي مش محتاجاه، حس ان ملوش دور حتى لو الدور ده متعب. الرجاله بتسمي الست سواء مراته او خطيبته الحكومه. الحكومه امرت، الحكومه عايزه، الحكومه مش عارفه بتقول ايه. ده كلام بيقولوه وهو بيساعدهم من جواهم. فانت لما تيجي تقولي له لا طب ما انا بعرف اعملها لوحدي، طب ما انا هعمل كده، طب ما انا هعمل كده، ده غير انه هيبقى امر مستحق بعد كده وحق مكتسب، وحضرتك هتقولي بعد كده ما بيعملش حاجه معايا، ده انا عودته على مش عارفه ايه وعودته على ايه وعودته على ايه. فاولا هو احتياج، ده نمره واحد. نمرة اتنين استحقاق. يعني ايه استحقاق؟ يعني انت آه بتعمل لي في حياتي حاجات حلوة جدا 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 جدا، وانا بعمل لك حاجات حلوة جدا 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 جدا، وانت حاجة حلوة قوي قوي في حياتي، فانا استحق وانت تستحق. يعني نوع من انواع المتعه المتبادله، يعني بتبسطني وببسطك، بتدلعني وبدلعك. يبقى اما احتياج، يا اما اللي مش عارفه تعمله احتياج تعمله استحقاق، واللي مش عارفه تعمله استحقاق تعمله احتياج. ولكن للاسف معظم الستات بيعملوه ازاي؟ بيقولوه في شكل لوم وعتاب وهجوم. انت عمرك ما فكرت تفتح لي الباب؟ انت عمرك ما فكرت تقعد تتكلم معايا؟ انت عمرك ما فكرت انك انت تاكلني؟ انت عمرك ما حسيت ان انت عايز تفتح لي الميه؟ انت. فهو بتوصل له ان هو مش كافي، مش مالي عينك، مش راجلك، مقصر. وبالتالي بيبدأ يتعامل معاكي بوسيلة دفاعية اللي هو يا إما أنت ما تستحقيش،
وانت عمرك عملتي لي كذا، ما انت قصدك وفيكي وفيكي وفيكي، فيبدا يرد عليكي بهجوم. او ان هو يقول لك طيب ما انا كنت بعملها في الاول او حاولت اعملها في الاول وانت قلتي لي انا مش عايزاها، او ليه بتعمل كده، ما انا بعرف اعملها لوحدي. وهتلاقي نفسك نسيتي انك قلتي كده في الاول. فهو خدها انها مش من احتياجاتك، وان انت بتشوفيها نوع من انواع النقص، وانك انت بتعرفي تعملي كل حاجه لوحدك، اذا انا لازمتي ايه في حياتك؟ يبقى ده يا جماعه مش كلام اهبل ولا اي حاجه خالص. واي ولد النهارده او شاب او راجل بيسمعني يعرف ان دي مقياس رجوله الست بتشوفك بيها. ده ليس كما تربيت ان هو دلع ولا مش عارفه كذا ولا كذا ولا كذا ولا كذا. ولو حصل ده فانت تقدر توقفه، يعني ده ما تعمموش وان اي ست بتعمل كده. بالعكس، معظم الستات، بل يعني تقريبا كل الستات بيشوفوا ان ده مقياس رجوله جنتله يعني، وبالتالي ده جنتلمان، فده يستحق ان انا احبه ويستحق انه يكون في حياتي. يا رب نكون استفدنا ويومكم حلو.